نصيحة في معرفة ليكم بالنسبة مع أهليكم. لا قدر الله لو انت من الناس اللي انت حاولت بجد، ولا قدر الله ربنا يعني ما كتبش ليك ان اهلك مثلا ترجع ليهم او يقبلوا اعتذارك او الدنيا تبقى كويسة، او الاعتذار يعني ما تقبلش وفي زعل او عناد. ما تزعلش. إيه ولا تطلع زعلك ده وغضبك فيه، دي النقطة اللي عايز أتكلم فيها بجد. ساعات الزعل من الأقرب، الزعل أي إنسان يكون من أقرب الناس ليه اللي هو أهله، ساعات بيطلعهم فيه، وده بيبقى غلط. غلط إن تطلع زعلك في الأيام دي أعظم أيام ربنا، أحسن من 10 أواخر بتاعة رمضان بالنسبة لي صراحة يعني. وتحس إن فعلا أنت هتحس إن أيام فيها نفحات كده وبركات كده، والناس بتحب بعضيها وتحب الخير، وتحس الخير فيها مليان كده، وتحس الدنيا فيها حلو. فمينفعش تزعل بيها في أهلك، يعني مينفعش تزعل الناس دي، إن أنت عارف إن هما الناس اللي هما هيخافوا أكتر، بيخافوا عليك واوعى تنخدع في الناس اللي برا، وتتعامل معاهم كويس، عشان هما أهلك زعلانين منك، فأنت تهجرهم. وعشان مثلا هما مثلا، أو مثلا سيبك ما نقولش إن هما زعلانين منك، تقول مثلا هما رفضوا اعتذارك، فأنت زعلان إن هما رفضوا اعتذارك، فبتطلعهم بقى. أنا مثلا بيكلموك مثلا أو يطلبوا منك حاجة، فتقول يعني تحس إن هما بيستغلوك، أو بتتكلموا بطريقة وحشة. لأ، ده يبقى أكبر غلطة، أنت كده هتضيع منك يوم عرفة دي بالمناسبة، وصيامه طبعا، وضيع منك العيد، وهتلاقي بعد كده العيد ولا كأنك أي حاجة، ولا أيام اللي أنت فيها، ولا تحس بالأيام دي بركتها، ولا تحس بأي حاجة، والناس حاسة بيها، وأنت كأنك عامل زي الميت يعني، مش حاسس بأي حاجة الأيام دي. فأنت زعلك من مثلا إن أهلك مثلا مصالحكش، ما تطلعوش مثلا أخوك مصالحكش، مثلا أختك مصالحتكش، أمك مثلا، أبوك، ما تصلحهم، يعني ما تطلعش زعلك فيهم، وقول أكيد مثلا عشان زعلتهم زعل كبير، زعل جامد، فهم واخدين على خاطرهم. قول كده، قول واخدين على خاطرهم. فعلا. ده أنا جيت على حق، ده أنا جيت عليهم كتير فعلا، إن هم استحملوني كتير، عشان انت عارف الناس، انك انت عارف الفعل ده لو عملته مع الناس برا مش هيستحملوك. فانت اوعى 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 تقع في الغلطة دي.